السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة الفرنسية مع مسيو خالد برسيم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن جزئية مهمة جدا فضلنا في الدرس الثاني. الجزئية اللي هنشرحها دلوقتي هي موجودة عندك بإذن الله في ثالثة ثانوي في تاني درس، وجزئية لازم بتيجي في الامتحان سواء في سنة تانية أو سواء في سنة ثالثة، لازما بتيجي في الامتحان. الجزئية دي قاعدة اسمها الضمائر الشخصية. قاعدة الضمائر الشخصية اسمها لي برونون بيرسونيل. قاعدة الضمائر الشخصية لي برونون بيرسونيل. les pronoms personnels. هي ايه قاعدة الضمائر الشخصية دي؟ بص يا سيدي، احنا لما نكون بنتكلم بالعربي فبتحكي لي مثلا كده وانت بتتمشى قدام محل الملابس، فانت شفت قميص عجبك، فبتقول لي ايه؟ ده انا شفت حتة قميص فدخلت استه. دخلت ايه؟ استه. حطيت حرف اله في الاخر كده. هو حرف الهاء ده عايد على ايه؟ عايد على القميص. انا شفت قميص، عجبني القميص، فدخلت استه. حرف اله دي عايد على مين؟ عايد على القميص اللي عجبني. اذا في العربي عندنا علشان ما نكررش كلمة قميص استخدمنا ضمير الهاء. طيب الامتحان كان سهل، ده انا حليته، انا قفلته. بتحط حرف الهاء او ضمير الهاء اللي بيعود على حاجه بنتكلم عنها. طيب اما اقول لك الساعه بتاعتك انت مش هتلبسها. ها، الهاء دي ضمير الهاء ده عايد على ايه؟ عايد على الساعه. احنا كمان الضمائر الشخصيه في الفرنساوي زيها زي ضمير الهاء، عباره عن شويه ضماير بتعود على حاجه بنتكلم عنها. طب وهي لازمتها ايه؟ علشان ما تفضلش تكرر نفس الكلمة تاني. ما تقولش ده أنا شفت قميص، أنا عجبني القميص، أنا قست القميص، أنا اشتريت القميص، أنا خرجت بالقميص. ما بتفضلش في العربي تكرر كلمة قميص، ولكن بتحط حرف الهاء. أنا شفت قميص، أنا قسته، أنا اشتريته. حطيت حرف الهاء أو ضمير الهاء عشان تعوض عنه. نفس الحكاية بالظبط في الضمائر الشخصية. الضمائر الشخصية دي شوية ضمائر بنستخدمها بتعود على حاجة بنتكلم عنها علشان ما نفضلش نكرر نفس الكلمة تاني. طيب الضمائر الشخصية دي بتعود على حاجة بنتكلم عنها. طب الحاجة اللي بنتكلم عنها دي يا ترى هي الفاعل بتاع الجملة ولا الفعل ولا المفعول بتاع الجملة؟ لما تقول مثلا كده أنا اشتريت قميص، هنا في الفرنساوي كلمة قميص بنعتبرها مفعول به. أنا حليت الامتحان، الامتحان عندنا كده مفعول به. من الكلمة اللي أنت مش هتكررها؟ كلمة قميص وكلمة الامتحان. إذا الضمائر الشخصية دي بتستخدمها علشان تحل محل المفعول بتاع الجملة. يبقى كم مرة ضمائر الشخصية بستخدمها عشان تحل محل مين؟ تحل محل المفعول بتاع الجملة علشان ما كرروش تاني. طيب أنا كتبت الواجب. لما تيجي تعوض عن الواجب هنا هتقول إيه؟ أنا كتبته. حرف الهاء هنا عوض عن الواجب اللي هو مفعول. يبقى الضمائر الشخصية دي بتحل محل إيه؟ بتحل محل المفعول بتاع الجملة. تمام لحد كده؟ يبقى احنا شغلنا في الجملة على المفعول بتاع الجملة. طيب المفعول عندنا في الفرنساوي نوعين. المفعول عندنا في الفرنساوي ايه؟ نوعين اتنين. افهم الجزئية دي علشان تالتة ثانوي. المفعول عندنا نوعين. في حاجة اسمها مفعول ديريكت. ديريكت يعني مباشر. مفعول ديريكت يعني مباشر.
ومفعول تاني اسمه indirect، يعني غير مباشر. يبقى المفعول عندنا في الفرنساوي نوعين اتنين، في حاجة اسمها مفعول ديريكت مباشر ومفعول انديريكت غير مباشر. يعني ايه مش مفعول مباشر؟ لما اقول انا كتبت الواجب، الواجب ده هل في قبله حرف جر؟ انا كتبت الواجب، لا يا ميسو مفيش حرف جر. انا شفت علي، انا مثلا حليت الامتحان، علي الامتحان، هل في حرف جر قبل علي والامتحان؟ مفيش حرف جر، فبالتالي دي بنسميها هنا مفعول ايه؟ مباشر. يعني المفعول لا يوجد قبله حرف ايه؟ حرف جر. على عكس الغير مباشر، انا اتصلت بمحمد، انا ذهبت الى النادي، احنا هنا بنسميهم عندنا مفعول بس جاي قبله حرف جر، فبالتالي بيبقى مفعول غير مباشر لان بيوجد قبله حرف ايه؟ حرف جر. طب اكتب لنا مثال اهو، لما اقول مثلا كده je vois علي، انا شايف علي. على عكس المثال الثاني لما اقول je téléphone، انا اتصل علي، انا اتصل بعلي. مين المفعول هنا بتاع الجملتين؟ عندنا في الفرنساوي المفعول بتاعنا اهو. طب ايه الفرق ما بين علي هنا وعلي هنا؟ هتقول لي علي اللي في الجمله الاولى دي مفعول مباشر علشان ما فيش قبله حرف ايه؟ حرف جر. طب وعلي اللي هنا مفعول غير مباشر، ليه؟ لان في قبله حرف جر. تعالى شوف المثال ده، اما اقول جمي، انا ارتدي ما رب، انا ارتدي فستاني. والمثال الثاني بيقول je vais au club، انا اذهب الى النادي. مين المفعول في كل جمله؟ ادي الفاعل وادي الفعل وادي المفعول اللي هي كلمه ما رب، ادي الفاعل وادي الفعل وادي المفعول اللي هي او كلوب. هنا ما رب انا البس فستاني، هل عندك حرف جر قبل كلمه فستان؟ مفيش حرف جر، فبالتالي بنسمي ده مفعول مباشر. طيب انا اذهب الى النادي، فبالتالي النادي هنا بنسميه مفعول غير مباشر. يبقى كده الافعال عندي المفعول عندي بيتقسم لنوعين، النوع الاولاني مفعول مباشر والنوع الثاني مفعول غير مباشر. ومن هنا بما ان المفعول نوعين اتنين، فالضمائر الشخصية هي كمان بتنقسم لنوعين اتنين، ضمائر بستخدمها مع المفعول المباشر اللي مفيش قبله حرف جر، وضمائر بستخدمها مع المفعول الغير مباشر اللي بيجي قبله حرف ايه؟ حرف جر. شوف شكل الضمائر دي واعرفه من دلوقتي لحد ثالثه ثانوي. اول نوع هنا ان انا اعوض عن المفعول ب بلو او لا او الابوستروف او ليه. والنوع الثاني في ضمائر بتحل محل مفعول مباشر ضمير الاون. الباقي ده هتاخده لما تطلع ثالثه. طب الضمائر اللي بتحل محل مفعول غير مباشر، عندك النوع الاولاني لوي ولير، والنوع الثاني الاجريك. يبقى انت عندك دلوقتي الضمائر الشخصيه بتنقسم الى نوعين اتنين، ضمائر بتحل محل مفعول مباشر علشان مفيش قبله حرف جر، وضمائر بتحل محل مفعول غير مباشر علشان فيه قبله حرف جر. طب يا ميسيو الدرس الاولاني اللي عندنا هناخد انهي نوع من الضمائر؟ اول نوع عندك امتى استخدم اللو واللا والابوستروف واللي. ده النوع الاولاني عندي، امتى استخدم اللو واللا والابوستروف واللي. هسألك هي اللو واللا والابوستروف واللي
بتحل محل مفعول مباشر ولا غير مباشر؟ هتقول لي يا ميسيو بتحل محل مفعول مباشر، يعني الجملة ما فيهاش حرف جر. طب بحل ازاي؟ أول حاجة بتعملها بترجم الجملة كلها. طب ليه بتترجم الجملة كلها؟ قال لي عشان أحدد الكلام عايد على إيه. ولما بتحدد الكلام عايد على إيه بتشوف بقى هي الكلمة دي مذكرة ولا مؤنثة ولا كلمة جمع. تشوف الكلمة اللي عايد عليها الكلام هي مذكر ولا مؤنث ولا كلمة جمع. تعال نكتب أمثلة علشان نفهم أكتر. المثال الأولاني بيقول لي لا روب بلي، يعني الفستان الأزرق، ال فا متر. ويقول لي هنا استخدم لو ولا لا ولا الا بوستروف ولا ليه. امشي على الثلاث خطوات ترجم الجمله كلها. الفستان الازرق هي سوف ترتدي. تحط علامه استفهام، ترتدي ايه؟ هتقول لي ترتدي الفستان الازرق. اذا انا كده حددت الكلام عايد على ايه؟ عايد على الفستان الازرق. شوف بقى الكلمه دي مذكر ولا مؤنث ولا جمع. والله هو مغششني اهي مؤنثه، يبقى تستخدم هنا اللو ولا لا ولا الا بوستروف ولا ليه؟ يبقى هنا يا ميسيو هستخدم الله عشان كلمه فستان مالها مؤنثه. طب المثال الثاني tu vas porter tes lunettes. هل هتلبس النظارات بتاعتك؟ فرد عليا هنا بيقول لي وي جو في، انا سوف نقط بورتي، نعم انا سوف ارتدي. طيب يلا ترجم الجمله عشان تحدد الكلام عايد على ايه. انت سوف تلبس النظارات بتاعتك؟ ايوه انا سوف ارتدي. ارتدي ايه؟ هتقول لي ارتدي النظارات. اذا كده انا حددت الكلام عايد على ايه. شوف بقى الكلمه اللي الكلام عايد عليها ده اهي، كلمه مذكره ولا مؤنثه ولا جمع؟ والله يا ميسو انا لما بصيت لقيتها قدامها تي وكمان اخرها اس، يعني جمع. يبقى استخدم اللو ولا الله ولا الا بوستروف ولا اللي؟ يبقى في الحاله دي هنستخدم اللي للجمع. طيب مثال كمان ce pull noir il va essayer. ترجم علشان تحدد الكلام عايد على ايه. بيقول لي هنا هذا البلوفر الاسود هو سوف يقيس. يقيس ايه؟ حط علامه استفهام على طول عشان تعرف الكلام عايد على ايه. يقيس البلوفر الاسود. اذا يا ميسو الكلام هنا عايد على البلوفر الاسود. كده انا حددت. شوف بقى الكلمه دي مذكر ولا مؤنث ولا جمع. ببص يا ميسيو كده سي بول، ده مفرد مذكر، يبقى تستخدم اللو ولا الله ولا الا بوستروف ولا ليه؟ طبعا يا ميسيو مفرد مذكر يبقى هستخدم هنا مين؟ اللو. شاطر. بس يا ميسيو ثانيه واحده، انا في عندي حرف متحرك ما ينفعش اكتب اللو كده، امال هتعمل ايه؟ قال لي هخليها الا ابوستروف. يبقى انت تخلي بالك من حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ اللو والله لو جاي بعدهم حرف متحرك بتخليهم الا ايه؟ الا ابوستروف. تعال نكتب امثله كمان. منى je نقط vois au club. بيقول لي في المثال ده اهو منى انا ارى في النادي. ارى مين؟ هتقول لي ارى منى.
اذا الكلام هنا عايد على منى. يبقى منى دي اعوض عنها باللو ولا الله ولا الابوستروف ولا ليه؟ منى مؤنثه يبقى هنعوض عنها بالايه؟ بالله. مثال تاني. ليه فروي الفاكهه il نقط ام. بيقول لي في المثال ده الفاكهه هو يحب. بيحب ايه؟ بيحب الفاكهه. شوف الكلمه دي مذكره ولا مؤنثه، مفرد ولا جمع؟ لقيتها جمع يبقى عوض عنها بالليل الجمع. طب يا ميسيو ده عندي حرف متحرك هعملها ابوستروف. اللي ثابته ما تتغيرش حتى لو جاي بعدها حرف متحرك. يبقى انت لما بتيجي بتحل بالثلاث خطوات دول. تترجم الجمله عشان تحدد الكلام عايد على ايه، وبعد كده تشوف هي الكلمه دي تحط تحتها خط تشوفها هي مذكره ولا مؤنثه، مفرد ولا جمع. في حاجه صعبه؟ الدنيا سهله خالص اهي. تعالى نطبق مع بعض على الجزئيه دي في الكتاب ونرجع نكمل مع بعض النوع اللي عليه الدور من الضمائر الشخصيه. يلا بينا على الكتاب على الصفحه رقم 83. وطبعا هو في راس السؤال كاتب لي اختار ل او لا او الابوستروف او لي للجمع. زي ما اتفقنا بنشوف الكلمه اللي عايد عليها الكلام ونشوف هنختار لها مذكر ولا مؤنث، مفرد ولا جمع. اول مثال عندي بيقول لي elle va porter ce foulard، هي هتلبس الكوفيه دي. فرد عليا في الاجابه بيقول لي ايوه هي هتلبس ايه؟ الكوفيه. يبقى الكلام عايد على كلمه فولار، يبقى هنا هنختار ل للمذكر. vous attendez منى، انتم مستنيين منى. ايوه او انت مستني منى. ايوه انا انتظر. يبقى انا انتظر مين؟ انتظر منى. يبقى الكلام عايد على منى، يبقى هنا هنختار لا للبنت. بس لما جينا نكتب الله لقينا ان الفعل اللي بعد النقط اوله حرف متحرك، فبالتالي هنخليها الا ابوستروف. ميجون الجوانتيات بتاعتي، انا مش هلبس ايه؟ الجوانتيات. يبقى هنا كلمه جمع، يبقى هنختار ليه للجمع. مي لونيت دو سوليي، نظارات الشمس بتاعتي انا ارتدي عندما اخرج. يبقى ارتدي النظاره، والنظاره جمع يبقى ليه للجمع. تا جيتار الجيتار بتاعك. tu vas apporter à la fête، انت هتجيبه الحفله. هتجيب ايه الحفله؟ هتجيب الجيتار. الجيتار مغششني اهو كلمه مؤنث، يبقى هنا هنختار لا. بس لما جينا نكتب اللا لقينا ان الفعل اللي بعده النقط اوله حرف متحرك، فهنخليها الابوستروف. لي باسكيت اون كوير، الكوتشي اللي من الجلد انا سوف اشتري. تشتري ايه؟ الكوتشي اللي من الجلد. يبقى عايد على كلمه جمع، يبقى هنختار ليه للجمع. لو ساكادو الحقيبه بتاعت الظهر، الشنطه انا معجب. يبقى انا معجب بايه؟ بالحقيبه. الحقيبه هنا مذكره يبقى هنختار لها لو. بس لما جيت اكتب اللو لقيت بعد النقط حرف متحرك فاخليها الا ابوستروف. لاباج اونور الخاتم اللي من الذهب، هو سيشتري الى جولي. هيشتري ايه؟ يشتري الخاتم. مؤنث يبقى هنختار لا. بس لما جيت اكتب الله لقيت الفعل اللي بعده نقط اوله حرف متحرك فاخليها الا ابوستروف. لا روب بلي الفستان الازرق، هي ترتدي في الحفله. ترتدي ايه؟ الفستان. يبقى هنا هنكتب لا. لبوكل دوري الحلق بتاع الودان جميل. انا سوف اشتري ايه؟ اشتري الحلق. الحلق هنا ماله؟ جمع يبقى هنعملها ليه للجمع. تون بونتالون جري، بنطلونك الرمادي. انت هتلبس ايه؟ بنطلونك. البنطلون مذكر يبقى هنختار لو. تو مي سيت انوراك، انت هتلبس الجاكيت ده. ايوه انا هلبس ايه؟ الجاكيت. الانوراك حفظناه في الكلمات كان كلمه مذكره يبقى هنختار لو. فوميتي لي لونيت دي سولي، انتوا هتلبسوا النظارات بتاعت الشمس. ايوه احنا هنلبس ايه؟ النظارات كلمه جمع يبقى هنا هنختار ليه للجمع.
وبكده خلصنا الجزئية بتاعة الضمائر اللو واللا والابوستروف واللي. استكمالا للضمائر الشخصية هننتقل بقى دلوقتي لنوع تاني من الضمائر، نوع اسمه ضمائر المتكلم والمخاطب. ضمائر المتكلم، ضمائر المتكلم والمخاطب. ايه ضمائر المتكلم والمخاطب دي؟ لما اقول كده ايه؟ هو انت بتكلمني، انت بتكلمني، بتكلمني. هي الني دي اللي في الاخر ده اهي بنسميها هنا ايه؟ بنسميها هنا في العربي يا مس ضمير متكلم، عشان عايد عليا انا. بتكلمني انا، بنسميها ضمير متكلم. فطبعا اللي واقف قدامي بيقول لي ايوه انا بكلمك، بكلمك اذا هنا هتلاقي ان الكاف ده هي بنسميها في العربي كاف المخاطب، لما اكون بتوجه الكلام لحد قدامك كاف المخاطب. طيب انت اشتريت لنا، اشتريت لينا كذا، فهنا كلمة لنا برضو عندنا في العربي بنسميها ضمير المتكلم، عشان بتتكلم عن نفسك انت والفريق اللي معاك. اشتريت لينا كلنا، فبالتالي لنا دي بنسميها ضمير متكلم. فاللي بيرد عليك بيقول لك ايوه اشتريت ليكم، اشتريت لكم. اشتريت لكم. لكم دي بنسميها ايه في العربي؟ بنسميها ضمير مخاطب، علشان بوجه الكلام للي واقفين قدامي. نفس الكلام بالظبط اللي انا قلته بالعربي هنقوله بس بالفرنساوي. الضمير ني بتكلمني، اشتريت لي، جبت لي، ده بنسميه عندنا م. يبقى الم ده اهي بنترجمها في وسط الكلام ني او لي. طيب بيقول لي بكلمك، اشتريت لك. ضمير الكاف ده عندنا في الفرنساوي بنسميه ت. ت بكلمك او اشتريت لك. طيب اشتريت لينا، لنا انت مستنينا. النا ده هي بنسميها عندنا في الفرنساوي النو. يبقى النو دي بنترجمها نا او لنا. ايوه اشتريت لكم، بكلمكم. يبقى دي من عندنا في الفرنسي اسمها فو، بنترجمها كم او لكم. طب يا مسيو الضمائر دي بتجيلي ازاي؟ بحلها ازاي؟ لما تيجي تحل الضمائر دي لازم تترجم الجمله، تترجم الجمله، وانت بتترجم الجمله بتترجم معاها الضمائر دي عشان تعرف تختار المناسب في المعنى. اديني مثال. المثال الاولاني بقول ايه؟ منى je نقط بارل. طبعا احنا اخدنا قبل كده في قاعدة الامر لما تلاقي اسم شخص وبعده فاصلة ده بنسميه منادى. اسم شخص وبعده فاصلة بنسميه ايه؟ منادى. بقول لها هنا منى انا بكلم، هنا بقول لها يا منى انا بكلمني، ولا اقول لها بكلمك، ولا بكلمنا، ولا بكلمكم؟ هتقول لي يا مسيو منى انا بكلمك، يبقى هنا هتختار الت. يبقى لازم بتترجم عشان تحلها. طيب مثال كمان. بتقول ايه؟ علي تي نقط écoute bien. هنا علي بتنده عليه يا علي انت سامع كويس. طيب تعالى بقى يلا ترجم معاها دولت. اقول له علي انت سامعني كويس.
ولا اقول له علي انت سمعك كويس، ولا انت سمعنا ولا سمعكم؟ طبعا بتنده على علي، عايز تقول له يا علي انت سامعني كويس، يبقى هنا هنختار مين؟ الم. بس يا مستر ده جاي بعدها حرف متحرك. خلاص يا سيدي ما تزعلش، هتعملها ام ايه؟ ابوستروف. طيب مثال تاني، علي ايه احمد، وعمل لي فاصله. يا علي انت واحمد كده دول بنسميهم ايه؟ منادى. جوفي انا سوف نقط تليفوني، يعني اتصل. ترجم الجمله وترجم معاها الضمائر الاربعه دول عشان تختار صح. اول لما تلاقي اسامي اشخاص وفاصله يبقى انت بتنده عليهم. يا علي انت واحمد انا سوف اتصل. يا علي انت واحمد انا سوف اتصل بي، ولا اتصل بك، ولا اتصل بنا، ولا اتصل بيكم؟ يا ميسو هنا انا بقول لهم يا علي انت واحمد انا سوف اتصل بكم، يبقى هنا هنختار مين؟ ضمير الفو. طيب مسيو، يا مسيو je note attends en classe. ترجم عشان تختار صح. يا مسيو، يا أستاذ أنا أنتظر في الفصل. أقول له أنتظرني يا مسيو يا أستاذ أنا أنتظرني، ولا أنا أنتظرك، ولا أنا أنتظرنا، ولا أنا أنتظركم؟ والله هو المسيو بتاعي المفروض هقول له أنا أنتظر حضرتك، وإحنا عارفين من أولى ثانوي مين اللي بتترجمها بمعنى حضرتك؟ طبعا عارفين إن الفو بترجمها بمعنى حضرتك. يبقى أنت خليك عارف بقى، أول لما تلاقي كلمة مسيو أو كلمة مدام أو كلمة مادموزيل بتختار الضمير الفو احتراما ليهم، فعايز تقول له يا مسيو أنا أنتظر حضرتك في الفصل. يبقى ضمائر المتكلم والمخاطب بتيجي بالشكل ده، بتترجم الجملة وتختار المعنى اللي يمشي مع بقية الجملة. إذن أنت مطلوب منك تحفظ الكلمات كويس عشان تبقى عارف المعنى، عشان تقدر تترجم وتختار صح. طيب الضمائر الشخصية دي ممكن تيجي لي إزاي كمان؟ أو الضمائر بتاع المخاطب والمتكلم تيجي لي على شكل سؤال وإجابة. تيجي إزاي؟ على شكل سؤال وإجابة. لو جت على شكل سؤال وإجابة أول لو لقيت في السؤال ت تحولها إلى م، والعكس صحيح. لو لقيت في السؤال فو تحولها في الإجابة إلى نو، والعكس صحيح. طب اديني مثال. شوف المثال ده. تي نو أشيت، انت اشتريت لنا دي مثلا بالون، انت اشتريت لنا البالونات. فرد عليا في الإجابة بيقول لي وي جو نقط أشيت لي بالون. جايالي على شكل سؤال وإجابة. انت لقيت هنا في السؤال كلمة نو اهي، يبقى النو تحولها إلى فو والعكس، يبقى هنا هتبقى ايه في الإجابة؟ فو. طب سؤال كمان. تي مابورت، انت احضرت لي تا جيتار، انت جبت لي الجيتار بتاعك. فهنا بيقول لي في الإجابة وي أيوة جو نقط أبورت ما جيتار. بتبص على السؤال والإجابة كويس، لقيته كده دافس لك في السؤال كده كلمة ايه؟ إما أبوستروف أهي.
اللي هي الم، يبقى انت تحولها تلقائيا الى ت. بس يا ميسيو ده انا عندي حرف متحرك، يبقى تعملها ايه؟ ت ابوستروف. ادي ضمائر المخاطب والمتكلم. يبقى ضمائر المخاطب والمتكلم بحلها ازاي؟ بتترجم الجمله كامله مع الضمائر دي وتختار اللي يناسب المعنى معاك وتكتبها. لو جات لك على شكل سؤال واجابه بتحول الت الى م، او الم لت، والفو بتحولها النو، والنو بتحولها الى فو بالشكل ده. طيب الضمائر دي لما جيت تكتبها مكانها فين؟ مكانها قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ لو بصيت على كل الامثله هتلاقي ان الضمائر دي كلها جايه فين؟ جايه فين؟ اهو ادي الفعل يا ميسيو. هتلاقيها كلهم جايين قبل الفعل. الضمائر دي كلها انا لما بصيت يا ميسيو جايين قبل الفعل. اذا الاربعه دول مكانهم دايما فين؟ مكانهم دايما قبل الفعل. طب يا ميسيو لو هختارهم بس بعد الفعل، قال لي عادي مفيش مشكله، هم بس لو هيجوا بقى بعد الفعل قال لي في الحاله كده، في الحاله دي الم بتتحول الى موا، التي او الت بتتحول الى توا. ده لو هتستختارهم فين؟ لقيت انك هتحطهم بعد الفعل. طب اديني مثال يا ميسو عشان افهم. شوف المثال ده. علي دون اعطي نقط ton livre. وبيقول لي هنا اختار، يا ترى م ولا موا ولا ت ولا موا ولا توا. ترجم الجملة عشان تختار صح. يا علي اعطي كتابك، يبقى اقول له اعطي كتابك ليك ولا اعطيني انا؟ عايز اقول له اعطيني ني اللي هي مين؟ الم. انا هختار الم صح، بس اتاكد الاول مكانها قبل الفعل ولا هتيجي بعد الفعل. بص كده ادي الفعل بتاعي. يا ميسيو ده انا لقيتها كده جايه بعد الفعل، يبقى في الحاله دي الم بتتحول لموا، يبقى الاجابه بتاعتنا ايه؟ موا. طيب attends نقط devant l'école. ويقول لي اختار م ولا موا ت ولا توا. الجملة اللي تبدأ بفعل فدي بنسميها جملة أمرية. انتظر أمام المدرسة. أقول له انتظرك ولا انتظرني؟ أنا بكلم حد وبقول له انتظرني اللي هي مين؟ الم. يبقى أنا بس هختار هنا الم. تأكد الأول هتختارها مكانها فين؟ قبل الفعل زي الأمثلة دي ولا هتيجي بعد الفعل؟ الفعل بتاعي أهو، يبقى كده يا ميسيو أنا هحطها بعد الفعل. إذا الم بتتحول إلى كلمة إيه؟ موا، انتظرني. يبقى هنا هنختار موا. ده بالنسبة لضمائر المتكلم والمخاطب. دي ببساطة بتتحل بالشكل دي في الأسئلة. طبعا يلا بينا ننتقل على كتاب ميرسي علشان نطبق. اسبقني وحل، وإن شاء الله إجابتك كلها تطلع مظبوطة بإذنك يا رب. أتمنى نكون استفدنا من الفيديو بتاع النهاردة. القاعدتين دول موجودين معانا في الدرس الثاني في ثالثة ثانوي، ولو ليك حد في ثالثة ثانوي اتأكد منه هيقول لك أيوة موجودين بنفس الشرح بنفس الطريقة، فذاكرهم من دلوقتي كويس جدا. وخد بالك ان اللو واللا والابوستروف واللي بيعتمدوا على حفظك للكلمات مذكر ومؤنث، فاحفظ الكلمات بتاع المنهج بتاعك كويس جدا. كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تشجعنا بكومنت جميل وتشير الفيديو لكل اصدقائك وتعمل اشتراك للقناه عشان الفيديو اللي جاي نشرح اخر جزئيه وهي كتابه موضوع يخص الدرس بتاع النهارده اللي هو الدرس رقم 2. والدرس رقم 2 الموضوع بتاعه هيشمل كمان الدرس رقم 1، فاحنا هنكتب موضوع لامم الدرسين الاثنين مع بعض، وهنحل جزئيه صغيره كده فاضله على تصريف الافعال بتاع متر واسيي واشتي.
اشوفك الفيديو اللي جاي واورفوار. افتح الكتاب على الصفحة رقم 84. الصفحة رقم 84 في راس السؤال بيقول لي اختار م ولا ال ابوستروف ولا موا ولا ت ولا تي ابوستروف ولا نو ولا فو. اتفقنا اول لما الاقي مدام او مسيو بنحط على طول ايه؟ فو. يبقى عايز اقول لها يا مدام انا سامع حضرتك كويس. مي كوبان يا اصدقائي انا ارى جيدا. عايز اقول لهم يا اصدقائي انا اراكم انتم. يبقى هنا هنحط مين؟ فو. يا منى انا ادعو للحفله. عايز اقول لها يا منى انا ادعو كي. يبقى هنا هنختار تي ابوستروف. او لما الاقي مسيو يبقى نختار فو. مسيو انا احترم حضرتك. جايب لي شكل سؤال واجابه. بص على الاجابه كويس كده هتلاقيه حاطط لك تي ابوستروف. يبقى انت تحولها في السؤال الى ام ابوستروف. رقم 6 بص في الاجابه حاطط لي هنا فو. يبقى تحولها في السؤال الى نو. جمله رقم 7 بص على الاجابه حاطط لك ت. يبقى تحولها في السؤال الى م. 8 بص في الاجابه لقيت حاطط ت ابوستروف. يبقى انت هتحولها في السؤال الى ام ابوستروف. 9 حاطط لي في السؤال م. يبقى انا هحولها في الاجابه الى ت. السؤال رقم 10 بقى بيقول لي ايه؟ انتظر في حفلتك. يبقى هنا عايز اقول له ايه؟ انتظرني في حفلتك. الني اللي هي كلمة م او كلمة موا. طيب هو هنا هنحط الضمير قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ هنحطه بعد الفعل. يبقى هنختار كلمة موا. انتظرني. السؤال اللي تحت خلطبيطة كده. لا فيست جاكيت البدلة أنا سوف ألبس في الحفلة. تلبس إيه؟ لا فيست. الفيست هو مؤنث يبقى هنختار لا. أبورت موا لا شميز. احضر لي القميص. أنا سوف أرتدي. أرتدي إيه؟ القميص كلمة مؤنثة يبقى لا. ليجون القفازات الجوانتيات. لماذا أنت مش هتشتري؟ مش هتشتري إيه؟ القفازات. يبقى هنا ليه للجمع. لشارب بلو الإشارب الأزرق. أنا أحب كثيرا. أحب إيه؟ الإشارب. يبقى هنا الإشارب كلمة مؤنثة هختار الله. بس ركز كده عندك حرف متحرك فهتخليها الأبوستروف. الدي لا فيريتي هي بتقول الحقيقة ولكن أنا مش مصدق. مش مصدق إيه؟ الحقيقة اللي هي بتقولها كلمة مؤنثة يبقى هنا لا. ليه كاسكيت الكبات هو او هما هيلبسوا على الشاطئ. هيلبسوا ايه؟ الكابات بتاعتهم كلمه جمع يبقى ليه. سا نوفيل روب فستانها الجديد. هي هتشتري للحفله. هتشتري ايه؟ الفستان الجديد والفستان كلمه مؤنثه يبقى لا. بس ركز عندك حرف متحرك بعد النقط يبقى تخليها الا ابوستروف. رقم 8 لما بصيت لقيت سؤال وإجابة وحاطط لي في نص السؤال كلمة ت. يبقى تحولها في الإجابة إلى م. رقم 9 حاطط لي في نص السؤال فو. يبقى تحولها في الإجابة تلقائي إلى نو. 10 ركز فيها بقى عشان تترجم. بيقول له إيه؟ أنت مش سامع كويس. يبقى هنا هيقول أنت مش سامعني. ني أنا. يبقى هنا هنختار م. طب انهي م فيهم؟ اما ابوستروف. وبكده خلصنا الدرس الثاني بكل بساطه. درس لذيذ ما فيهوش اي حاجه صعبه. نذاكر كلماته كويس ونذاكر القواعد بتاعته كويس وانتظرنا الفيديو اللي جاي ندخل على الدرس الثالث علشان نفنشه على طول باذنك يا رب. ما تنساش تسيب كومنت جميل منك وتشير الفيديو لكل اصدقائك واوروفوار.